في كل دولة في رجال بيحكموا من فوق العرش السلاطين، ورجال بيحكموا من وراء الظل، ظل السلطان. رجال ما لبسوش التاج بس الكلمة كلمتهم وكانوا بيمشوا الدولة حرفيا. واحنا النهارده هنتكلم عن واحد فيهم وأولى حلقات سلسلة ظل السلطان اللي هنتكلم فيهم عن الصدر الأعظم في تاريخ الدولة العثمانية مع أول صدر أعظم أو وزير أعظم في تاريخ الدولة العثمانية، وهو علاء الدين باشا، الرجل الذي وضع حجر الأساس للإمبراطورية التي غيرت التاريخ حرفيا. فمن هو علاء الدين باشا؟ علاء الدين باشا هو شخصية غامضة في بداية الدولة العثمانية، حرفيا هو شخصية غامضة لأنه اختلف المؤرخون عليه بشكل كبير جدا. فمنهم من قال إن علاء الدين باشا ده هو أخو أورهان غازي اللي هو ابن عثمان غازي، ولكن البعض اللي يقول وان هو اخوه، ان هو الابن الاكبر اصلا لعثمان، وان هو تنازل لاورهان عن العرش وهو خلاص بقى هو الوزير بتاع اورهان. وده حقيقي ان هو تنازل بالفعل عن ما كانش فيه خلافات تاريخيه ما بين اورهان وما بين علاء الدين، وكان في ابن فعلا، واغلب الروايات بتقول ان هو فعلا كان هو الاخ الاكبر لاورهان غازي وتمام. بس المسلسل طبعا عاكس، ولكن لا، الروايات الادق والروايات الاصح هو كان شخصية تانية خالص غير شخصية علاء الدين ابن عثمان. فهو كان علاء الدين ابن كمال، لدرجة ان هو كان بيطلق عليه علاء الدين ابن الحاج كمال الدين، وده شخصية تانية زي ما قلنا. وده كان عينه عثمان غازي وزير ليه، وعشان في عصر عثمان ما كانش فيه وزراء كتيرة جدا خالص، هو كان وزير واحد بس، فهو يعتبر الوزير الأعظم. ومن بعده فضل مستمر مع أورهان لمدة 13 سنة كمان مع أورهان غازي. زي ما قلنا هو الوزير الوحيد، فهو الوزير الأعظم، لأن هو ما كانش في وقتها لسه وزراء، وصدر الأعظم دي جت لسه بعدين يعني. وكان برضه من مدينة جندرلي، موطن أسرة جندرلي. هو كان برضه قرى جندرلي كانوا هما مع بعض كده، بس هو كان هو الوزير لأنه عثمان الوزير، لأن قرى جندرلي كان هو رفيق أورهان. بس زي ما قلنا هو كان يعني كان هو أول صدر أعظم، مش قرى جندرلي زي ما اتكلمنا في حلقات المقدمة. الراجل كان فقيه في الشريعة وفاهم جدا في الدين بشكل كبير جدا، هو اللي ساعد أورهان في بناء الدولة يعني من البداية كده. علاء الدين باشا هو صاحب فكرة النظام الإداري والعسكري للدولة العثمانية. فمن الآخر كده هو اللي قال لأورهان لازم يكون عندنا جيش نظامي مش قبائل متفرقة، وهو بالفعل اللي أسس الجيش النظامي اللي عرف بعد كده بالإنكشارية. فكان هو صاحب الفكرة، هو صاحب التأسيس وصاحب الإنشاء لجيش الإنكشارية اللي هو الجيش النظامي، واللي هيتطور بعد كده بقى على إيد جدالي باشا والحاج بكتاش، واللي هيكون أقوى جيش في يعني على في وقتها في الأرعب أوروبا حرفيا، من أقوى الجيوش في التاريخ، لأنه بالفعل أشهر جيش في التاريخ. وهو اللي أسس بقى نظام الوزراء في عهد أورهان، وهو صاحب فكرة الصدر الأعظم أصلا أو الوزير الأعظم. فهو الراجل اللي حط حجر الأساس والبنية الأساسية للدولة والقوانين اللي مشوا عليها بعد كده. هو الوزير الأعظم وحط من تحتيه وزراء بقى والفكرة دي. فحرفيا زي ما قلنا هو النظام الإدارة بتاعة الدولة كاملة ونظام الجيش النظامي، ورتب الدنيا وظبط الدنيا على الآخر، واللي بنى حجر الأساس. فعلى الرغم من علاء الدين باشا عاش في ظل السلطان أورهان، إلا إن تأثيره عاش بعده آلاف السنين زي ما قلنا. وتلاميذه بقى هم اللي مشوا وراه ومشوا ورا فكره وعملوا بقى كل حاجة تانية وأسسوا كل حاجة في الدولة، على رأسهم طبعا جندلي ورستم باشا اللي هم الصدور العظمى الأساسية بقى، اللي هو اللي بيطلقوا عليه اللقب بالفعل. حرفيا مفيش حاجة في تاريخ كتيرة مكتوبة عنه ما كتبش اسمه في التاريخ زي السلاطين، بس كل اللي جه من بعده مشى على قواعده ومشى على الحاجات اللي هو أسسها وهو اللي كبرها. فكان هو الأساس حرفيا، فبدونه ما كانش هيبقى موجود كل اللي شفناه في تاريخ الدولة العثمانية. وبعد رحلة طويلة توفي عام 731 هجريا ودفن ببورصة. فعلاء الدين ما كانش مجرد وزير، لا ده كان عقل مؤسس في زمن كان لسه بيترسم فيه للدولة المصرية. ومن هنا بنبدأ رحلتنا في ظل السلطان اللي هنكشف فيها عن أسرار الرجال اللي حكموا من وراء الستار واللي صنعوا مجد السلاطين. فما تنساش تعمل لايك وشير الحلقة وتشترك في القناة عشان ما يفوتكش الحلقات اللي جاية، لأن الحلقة الجاية هتكون عن نظام الدين أحمد باشا، تاني صدر أعظم في تاريخ الدولة العثمانية. انتظرونا كل حد وخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. ظل السلطان، التاريخ كما لم يروى من قبل.
السلام عليكم.